السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وسعادة يا رب دايما. وحشتوني كتير. أدي كتير منزلتش فيديوهات. النهاردة كده قلت أنزل لكم كده على حاجة مهمة، إن شاء الله تستفيدوا منها. حاجة هتفرق معانا جدا جدا في الوزن وفي صحة الفراخ بتاعتنا. هتفرق وإن شاء الله هتشوفوها وهتعجبكم بإذن الله وهتستفيدوا منها. بس يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو، عشان والله يا جماعة اللايكات بترفع الفيديو، يعني بتوصل لأكبر عدد من الناس. عدد المشاهدات طالما احنا عملنا لايكات بيوصل صراحة ايه لأكبر عدد من الناس عشان تستفيد معانا. النهاردة هقول لكم يا جماعة على عملية الإظلام عند الفراخ بتاعتنا ازاي، وهنقول لكم على أهميتها وازاي الفراخ بتستفيد منها، وازاي احنا بنستفيد منها في الوزن، ومفيش مشاكل عندنا بتحصل كتير في الدورة بتاعتنا. النهاردة عمر 25 يوم، يا دوبك لسه الصبح انا طالعة اهو، يا دوبك 25 يوم ما شاء الله. دورتنا اوزانها مثالية، يعني يعتبر اوزانها ما شاء الله مثالية. بصوا يا جماعة، انا هقول لكم دلوقتي على أهمية الإظلام عند الفراخ. اول حاجة عملية الإظلام، بيعمل برنامج الإظلام ده على معدل الهضم، يعني بيساعد الفرخة ان هو يهضم الاكل ويستفيد بالاكل بتاعه. وبرضه بيعمل برضه تقليل في حدوث النافج الطبيعي، يعني لو عندنا نافج 5% مثلا بيقلل نسبة النافج بتاعتنا. وبيعمل برضه، بيعتبر برضه هو علاجي فعال لحالات الموت المفاجئ. يعني احنا بنلاحظ الدورة بتاعتنا لما بتكبر بيحصل موت مفاجئ، لا دي بتتفاداه خالص، بس بيبقى علاج ليها. ما بنلاقيش عندنا نافج، يعني عملية الإظلام ما بنلاقيش نافج في العمر الكبير طالما احنا شغالين بيها. وبيساعد برضو في تحسين معدل التحويل، بنحس بالفرق جدا في التحويل في الوزن عند الفراخ. وبرضو بيعمل بقى بيلعب دور صراحة الإظلام في تقليل حالات الانسداد المعوي. الانسداد المعوي يا جماعة والكتكوت صغير بيحصل له انسداد معوي وبيعمل اسهالات معانا. الإظلام بيفرق معانا، ما بيبقاش في عندنا اسهالات في العمر الصغير، لان برضو ايه بيقلل الحالات بتاعت الانسداد المعوي. بعد كده برضو بيساهم في زيادة الوزن عند الفراخ. ليه بقى؟ عشان بيمنع فقدان الطاقة الناتج عن نشاط الحركة بتاعتهم. يعني ايه؟ يعني الوزن بيزيد معانا لان الفراخ على طول بتبقى النور ما شغال 24 ساعة، بيبقى عندهم حركة. احنا بنقلل حتة الحركة النشاط بتاعتهم، بالتالي ان هو بيساعد بقى في زيادة الوزن. بس وبعد كده بيعمل برضو بيساعدنا على المشاكل بتاعة الساقين اللي هي الأرجل. بنحس كده ان رجل الفرخة البيضة كده ساعات ممكن ما تقدرش تقف، يحصل لها كده زي تعرج، ما تقدرش تتحرك كويس. الإظلام يا جماعة بيساعدنا برضو، بيحل المشاكل بتاعة الساقين دي خالص. وبيقلل برضو مشاكل الاستسقاء. عارفين يعني ايه الاستسقاء؟ طبعا في ناس كتير كده عارفة الاستسقاء. احنا بنحس كده ان الفرخة ساعات عندها كتمة، بطنها بتتنفخ وبيحصل صراحة لا قدر الله موت مفاجئ. دي بيقلل صراحة الاستسقاء عند الفراخ. تمام. وبيحسن برضو وظائف الكبد والكليتين عند الدواجن. يعني الدواجن يعني صراحة الوظائف بتاعة الكبد والكليتين بتشتغل كويس جدا عندهم. أول ما بنعمل عملية الإظلام الكليتين والكبد بيشتغلوا كويس، بيحسن الوظائف بتاعتهم. وبيقلل برضو من عملية الافتراس اللي هي احنا بنلاقي ساعات الفراخ بتاكل فريش بعض في جلد بعض، ده اسمه عملية افتراس. بيقلل نسبة الحدوث بتاعتها.
زي ما انتم شايفين كده دورتنا النهارده عمر 25 يوم، وهي دي الاهميه بتاعت الإظلام. عمر 25 يوم. في ناس برضو سألتني على حكايه ان احنا ازاي انا بربي نوع كذا نوع في مكان واحد. زي ما انتم شايفين انا مربيه ابيض وبلدي وساسو ورومي، ما شاء الله في مكان واحد، ما عنديش اي مشكله. ما تخافوش يا جماعه، طالما عدد الابيض اقل من 100 عادي، زي كده 20 30 اقل من 100 انا بربيه في مكان واحد عادي، ما عنديش اي مشاكل. طالما انا محافظه على التهويه، محافظه على طول تغيير الميه، بغسل السجاد كويس، محافظه على الفرشه، التهويه عندي مظبوطه، درجه الحراره مظبوطه، مفيش اي مشكله عندي. بتطلع، انا عندي 25 يوم، يعني انا الدوره يعتبر جربت تطلع معايا ايه ما شاء الله. يعني اوزانها الله اكبر، اوزانها عاليه. اوزان لكم واحده دلوقتي وهنشوف في الاوزان بنفسنا وهتشوفوا الفرق. يعني انا بعمل عمليه الإظلام دي صراحه فارقه معايا جدا. يعني من الساعه 7 بالليل بعد المغرب كده بقفل النور حوالي 3 ساعات او 3 ساعات ونص، وبيجي برضو مع يعني قبل الفجر كده بحاجه بسيطه اروح قافله ايه النور، وبفتح يعني قبل ما النهار يبتدي ايه يطلع عندي. بس يعني حوالي ممكن 5 ساعات، ده الكلام ده بعد اليوم 20، 5 6 ساعات إظلام كامل يا جماعة. ما ينفعش ان انا اقول افتح لمبة الكتاكيت هتخاف، لا ما ينفعش الفراخ مش عارفة الكلام ده كله، لا ما فيش اي مشاكل. ده بالعكس، ده احنا كده بنستفيد وهم بيستفيدوا من ايه، من حتة ان احنا بنعمل لهم الإظلام دي. زي ما قلت لكم الفايدة بتاعتهم قد ايه، كام فايدة يعني للإظلام. هوريكم دلوقتي برضو وزن كده فرخة بيضة ماشي، عمر 25 يوم النهارده. هي المفروض النهارده في الجدول عامله معايا كيلو 200 كيلو 100 في الجدول، تزيد 50 جرام تقل 50 جرام. لكن انا حاليا النهارده 25 يوم. هوريكم الوزن دلوقتي وهتشوفوا ايه بنفسكم. خليكم معايا، اجيب فرخه بس واحط الميزان ونوزنها. بصوا يا جماعه ما شاء الله الله اكبر، كيلو 700 جرام، عمر 25 يوم. الفراخ البيضة عاملة كيلو 700 جرام، الله أكبر ما شاء الله. زي ما انتم شايفين الوزن عندي بيفرق 50 جرام بين كل واحدة وواحدة، بيقل 50 بيطلع 50، مش فرق كبير يعني. زي ما انتم شايفين كده اللهم بارك ما شاء الله، الوزن عندي فارق. ما نخافش يا جماعة ان احنا نحط كذا نوع مع بعض، نشتغل على حكاية الإظلام هيفرق معانا وهتحسوا بالفرق. اللهم بارك. يعني الدورة مش هتحسوا بيها، بس نهتم شوية وشوية رعاية كده وشوية مجهود مننا هتطلع دورة زي الفل. وعايزة نخلط مع بعض. انا كنت حاطة معاهم بط في اول ايام، عزلته طبعا عشان ايه بيغرق لي الدنيا مية، طب عزلت البط. لكن الرومي موجود دايما بيبقى هنا، بطلعه ساعات بره شويه وادخل وانا قاعده، لان ده ايه وزنه خفيف برضو لسه ايه ممكن يطير مني. قاعدين مع بعض من اول يوم لحد يوم 25 اهو، ودورتنا ان شاء الله الابيض جرب يطلع. وما تخافوش، اللي عنده اوضه زي كده ما يخافش، ينزل فيها عدد، ينزل فيها كميه، ينزل فيها انواع، ما يخافش، مش هيحس بالدوره، والدوره هتكبر معاه وهتوزن وهتعجبه ان شاء الله. يا ريت كده ايه يكون النهارده الفيديو عجبكم. وما تنسوش يا جماعه تاني زي ما قلت لكم، لو اول مره تدخل ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، عشان اللايك ده هو اللي بيرفع لي الفيديوهات وبتوصل لاكبر عدد من الناس عشان يستفيدوا زينا كده. ان شاء الله اشوفكم بخير، اشوفكم بخير وصحه وسعاده يا رب دايما، وتبقوا في احسن حال يا رب. اقول لكم كده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.